كرام كما كتشوفوا اليوم معنا طريقة تحضير سواري كيك. كما كتشوفوا تبع معنا الطريقة كاملة من الأول حتى الأخير باش تحصلوا على هاد السواري ميني كيكس غادي للأعراس، يعني بطريقة جد مبسطة. على بركة الله غادي نبداو معكم. عليكم مشاهدينا الكرام داخل الوطن وخارج الوطن والعالم العربي. ان شاء الله كما مشي معنا في الاول التقديم ديال سواري كيك، كنحتاجو فيهم عباره عن سبونج ديالنا ابيض او شوكولا، كنحتاجو الكريمه ديالنا، كنحتاجو اللون اللي بغينا مع الطعم ديالو، كنحتاجو السيرو. كما كتشوفوا كما تلقاو ان شاء الله تحت رابط الفيديو تلقاو الطريقه ديال الكريمه والطريقه ديال السبونج وطريقه السيرو. بالنسبه للسيرو كنحتاجو لتر ديال الماء 750 غرام ديال السكر، كنخليوه يغلى وكنطفيو عليه. بالنسبه للسيرو كما كتشوفوا كنزيدو المذاق اللي بغيتو، لان هاد السواري كيك عاديين جدا وساهلين، يعني كيبقى الاختيار ديالكم نتوما كتضيفوا الالوان وتضيفوا المذاق اللي بغيتو على حسب المذاق اللي بغيتو. كما كتشوفوا حنا جبدنا فينا كريمه ديالنا قسمناها على ثلاثه، ودابا غادي نبداو على بركه الله. ومن بعد ما قسمنا الكريمه ديالنا كنزيد المذاق ديال الفراوله، كنزيدو اللون الاحمر، نديري واحد شويه ما ديروش بزاف، الا كثرتو كيرجع عندكم مر. كنضيفو اللون الاحمر حتى هو واحد شويه، كنبداو نخلطو بيدينا. كنشوفو من بعد ما رجعنا بهاد الطريقه هادي بهاد اللون هذا كندوزو اللون الثاني ديالنا. كما كتشوفوا كندوزو الكريمه الثانيه، كنضيفوا الطعم ديال البرتقال، كنضيفوا اللون الليموني. انا الاطعمه كتبقى الاختيار ديالكم، تقدروا تضيفوا اللون اللي بغيتو على حسب المذاق اللي بغيتو. بهذه الطريقه دائما كنخلطوا بيدينا. كنزيد واحد شويه ديال اللون، كنضيف اضافه ديال اللون باش كيعطيني اللون ناصح تبع الاورنج، وكنخلط بيديا باش نحصل على هذا اللون هذا. كما كتشوفوا اورنج، عندنا اللون ديالنا اورنج، عندنا كريمه ابيض، عندنا كريمه احمر، عندنا شوكولا. كنديروا 4 انواع ديال السواري كيك كما كتشوفوا معنا. شوفوا كناخذوا واحد الخشب ديالنا او تاخذوا ثانيه على حسب داكشي اللي متوفر عندكم داخل البيت ديالكم، كنحطوا فوقها الجينواز ديالنا. كما كتشوفوا الطريقه كنحيد الورقه، كنولي نقلبها على وجهها الجينوازه ديالي، كنقلبها بهذه الطريقه هذه، وندير لها السيرو وندير الكادر ديالي. كما كتشوفوا الكادر صغير يعني ديال السواري. حيد داك الجناب اللي زايدين ديال الجينواز ديالي بالسكين بهذه الطريقه هذه. كنجيب السيرو ديالي وكنجيب واحد كنجيب واحد شيشه باش كنسقي بها السيرو ديالي بالطريقه هذه. ما تنساوش ديروا قناه اشتراك وديروا تفعيل الجرس باش توصلوا دائما من جديد. كنشارك معكم دائما الشغل ديالي من داخل المحل، يعني كنعطيكم داكشي اللي كنخدم به انايا باش كلشي يتعلم ويستافد. من بعد ما خلصنا السيرو ديالنا كنضيفوا الكريمه ديالنا كما كتشوفوا واحد شويه بهذا كما كتشوفوا. ضيفوا واحد شويه المكسرات للداخل، بالنسبه كيبقى اختيار ديالكم، بغيتو تضيفوهم، بغيتو تضيفوا الشوكولا، تضيفوا الغناش، تضيفوا الفواكه، على حسب الاختيار ديالكم نتوما دائما. بعد العمليه هذه كنضيفوا الجينواز ديالنا ورقه ديال السبونج من الفوق دائما نفس الطريقه. حيدوا داكشي اللي شايف من الجنب بالسكين ديالنا. كتشوفوا بالطريقه هذه كنضيفوا دائما السيرو ديالنا. حتى نكملوها كامله. شوفوا من بعد ما كملنا بالسيرو كنضيفوا الكريمه الاخيره ديالنا، يعني السواري كي كنحتاجو فيه بس ورقتين دابا ديال الجينواز. كما كتشوفوا دائما نفس العمليه، كنضيفوا واحد الورقه ديال الجينواز اخيرا
وكريمه، يعني كنحتاجو فيها 3 الورقات، 3 ورقات، نسيت لكم ورقتين، نحتاجو فيها 3 ديال الورقات. كما كتشوفوا كنزيدو ورقه، دائما نفس العمليه. كنحيدو الجناب اللي زايدين عندنا السكين ديالنا، كنحاولوا نقادوها باليد ديالنا بهذه الطريقه اللي تنبركوا عليها. كنجيبوها مع الكادره، كنديروا لها السيرو، دائما السيرو كندوزو عليه. بعد ما انتهينا السيرو كنضيفوا الكريمه ديالنا، هذه اخيرا، هذا هو الوجه. من بعد كتدخل تبرد وكنفينيوها. نوريكم الطريقه. المهم كنخلصوا معكم هذا الكادر اول شيء، يعني كنمشوا معنا هذا الكادر اللي صوبنا ديال صواريكي، كاين نفس الطريقه غنديروا جميع الانواع تبع الفراوله والشوكولا والاورنج، نفس الطريقه اللي خدمنا بها هذا الكادر الاول نخدموا به هاي الاشياء الثانيه. كما كتشوفوا دابا كندوزو كنفينيو بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا غندخلوا دابا عندنا الثلاجه ديالنا، نحيدوا الكادر وغندخلوه يبرد. كتشوف معنا غندخلوه يبرد في الثلاجه تقريبا واحد 5 ساعات. الثاني كنديروا كادر الشوكولا، يعني نفس الطريقه دائما كنجيبوا خشب ديالنا او صينيه الجينواز ديالنا، كنديرو هكا كنقلبوه. بعد ما كنحيدوا الورقه كنقلبوا على الوجه ديالو، كنديروا الكادر ديالنا ونقطعوا داكشي اللي زايد بالسكين ديالنا. كناخذوا السيرو ديالنا دائما نفس الطريقه تنكملوا كلشي. نكمل معكم هادو وخلينا نكملهم مباشره بعد ما ننتهيو منهم. دائما نفس الطريقه. ناخذوا لا كريم الشوكولا ديالنا بعد ما سالينا من السيرو، كنطلقوها، كنضيفوا واحد شويه المكسرات، كنديروا ورقه ديال الجينواز الثانيه. شوفوا دائما كنحيدوا داكشي اللي شاد عندنا في الجنب باش نكملوها. كنسقاوها بالسيرو ديالنا، نسقاو بالسيرو. باش نكملوها كامله. بعد ما درنا السيرو ديالنا كنديروا الكريمه، كنضيفوا مكسرات، كنديروا الورقه الاخيره. يعني كل كادر كيحتاج منا 3 الورقات ديال الجينواز. ممكن تشوفوا كيجيو ساهلين بزاف، ممكن تخدموهم في البيت ديالكم، ممكن ديروا غير نص ديال الكادر على حسب الاختيار ديالكم. ممكن تستغناو على الكادر، يعني ديروا الطريقه اللي بغيتو، كيبقى دائما الاختيار ديالكم، بس انا كنعطيكم الطريقه الصحيحه وسهله جدا. كندير شويه المكسرات، كندير الورقه الاخيره حتى كندخلها باش تبرد. نبدا في الجينواز ديالي، دائما نحيد الورقه ديالي. كنحيد دائما داكشي اللي زايد في الجنب. كتشوفوا كنسقيو بالسيرو ديالنا، هذا هو الوجه الاخير. الكريمه ديالي كما كتشوفوا، يعني وريتكم من الاول حتى الاخر كيف الطريقه اللي كان مونطي بها هاد الصواريك ميني كيك صغير. يعني طريقه سهله، يعني نفس الطريقه غادي نخدم بها الباقيين. غادي ندخلو الثلاجه ديالنا غادي يبرد، وغادي نكمل هذوك ونرجع معكم ان شاء الله. كنخليه 5 ساعات في المبرد ديالنا. غندخل المجمد ديالنا ونكمل الكوادر اللي عندي في الاخر. ندخلو نعم ب4 بهم، غندخلو من المجمد ديالنا يجمدوا واحد 5 ديال الساعات. نوريكم الطريقه ديال فينيشن ديالهم ان شاء الله. يلا بعد 5 ساعات نرجعوا معكم في الفيديو. المينيك ديالنا كيبرد، كنجيبوا هذا الجيلي او الناباج،
كنضيفو له واحد شويه ديال الطعم كما كتشوفوا، كنضيفو له واحد شويه ديال اللون باش كنديرو من الفوق ديال بلاكه اللي صوبنا عندنا. شوفوا نضيفو له شويه ديال اللون احمر ورمادة، نخلطوه بشويه، يعني كناخدو غير الناباج وكنضيفو له الالوان وكنضيفو له الطعم اللي بغينا، وكنفينيو به الفوق ديالنا الصواري كيك كما كتشوفوا. كما كتشوفوا من بعد ما عندنا جاهز كنخرجوا الكيك ديالنا كما كتشوفوا بارد عندنا وشاد راسو مزيان. كنديروا هذا من الفوق، شوفوا كنخويوه من الفوق باش كنفينيو به. دائما كما قلنا لكم يعني غير الناباج وكنضيفوا له اللون والمذاق او الجيلي كتشوفوا. كنرجعوه الثلاجه ديالنا يبرد يشد راسو مزيان، كنسخنوا الماء ديالنا وكنقطعوه. دائما كما كتشوفوا عندنا الجيلي ديالنا ناباج كنضيفوا له طعم تبع الليمون او البرتقال، كنضيفوا اللون كنفينيو به، يعني طريقه عاديه جدا كتشوفوا. كنخلطوهم جوج مع بعضهم. شوفوا معنا حتى هو جاهز، يعني كلهم كنديروا لهم دائما ناباج واللون الا الصواري تبع الشوكولا اللي كنديروا لهم الكانا الشوكولا. غتلقاو الطريقه ديال كانا الشوكولا تلقاوهم تحت الرابط ديال الفيديو. دائما ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش تقبل القناه. كما كتشوفوا من بعد ما برد عندنا حتى هو كنديروا له الناباج ديالنا من الفوق باش نفينيوه بهذه الطريقه هذه كتشوفوا معنا. شوفوا معنا بعد ما كان نديروا لهم الناباج ديالنا كنوليو نرجعوه من الثلاجه ديالنا او المجمد يبردوا مزيان ونسخنوا الماء ديالنا باش نقطعوه. بالنسبه لهذا كنضيفوا له الناباج ديالنا، بالنسبه لهذا كنضيفوا له غير الناباج والكوفي، ما كنضيفوا له حتى شي لون او طعم، حيت هذا فانيليا ابيض كما كتشوفوا معنا بهذه الطريقه هذه. معنا بهذه الطريقه هذه كنضيفوا الكوفي ديالنا او الشوكولا على حسب الاختيار ديالكم. هي الطريقه باش كتعطيكم الديزاين هذا. شوفوا معنا نرجعوا المجمد ديالنا. باقي لنا الشوكولا، غادي نجيبو لكانا الشوكولا. كما كتشوفوا الشوكولا اخر عندنا كنحتاجو كما كتشوفوا هاد البلاستيكه باش كنديروا بها ديزاين الشوكولا. كنحتاجو الكاناج ديالنا، تلقاو الرابط لتحت. كنخويو بهاد الطريقه اللي كتشوفوا، كنطلقوه بهاد الطريقه هادي شويه بشويه باش ما يتفتحناش للفوق. كتشوفوا كناخذوا هاد البلاستيك ديالنا كناخذوه بالطريقه هذه. حتى هو كندخلوا للثلاجه مجمد، كنسخنوا الماء ديالنا وكنقطعوهم. بقاو معنا حتى الاخير. غادي نجيبوا المسخون ديالنا باش نقطعوه. كما كتشوفوا كناخذوا هاد اللونغيت الصغير ديال المينيكي كنعبروا عليه بهذه الطريقه هذه، كنقطعوه. دائما نفس الطريقه
فتنكملوهم كاملين بهذه الطريقه هذه. من بعد كنقطعوهم بهذه الطريقه هادو على شكل مربعات صغيره كتشوفوا معنا. نفس الطريقه نديروا الباقي. كنكملوهم اخيرا ونوريكم بالاخير النتيجه ديالهم كامله. كيجيو رائعين بالشكل ديالهم. هذه هي النتيجه الاخيره. ممكن تزينوهم تحطوهم بالطريقه اللي بغيتو على حسب الديكور اللي بغيتو. كما شفتوا معنا النتيجه الاخيره. كيبقى لكم الديكور والديزاين ديروا اللي بغيتو نتوما. ما تنساوش ديروا قناه اشتراك وتفعيل الجرس وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش دائما نصلكم كل جديد. يلا سلام.